وحتى يعني لي جوار اللي معروفين بالعطاء نتاعهم وبتفانيهم في الاداء، واللي كما يقولوا بالدارجه عندنا كي يدخل يخلي رجليه في الصطاد، كاع حطيناهم على البون ولا ما ديناهمش كاع. لن تقبل مثل هكذا تصرفات. اليوم نقولوا بالعطوي خيبت امالي وخيبت امال كل الوهرانيين والوهرانيات. ونقول له باللي باش من يتحمل المسؤوليه فهو انت ولا احد غيرك، لاني انا استقبلته مرات كثيره ومتعدده وقلت له لك كل الصلاحيات، اتخذ اي اجراء تشوفه يصب في مصلحه الفريق، ولم يتخذ اي شيء. واليوم أنا قلت أنا باللي باش يعني الفرق اللي خسرت في منافسات قارية ليس في البطولة الوطنية طلبوا السماح من المشجعين تاعهم. هذا قمة التواضع والإخلاص والصدق في أداء المهام. ولكن أنت تحط الناس كل في الثقيل. حتى الاجتماع تاع البارح ما جاش ليه. حتى الاجتماع اللي درت البارح، أنا درت اجتماع طارئ. أنا البارح كملت الزيارة مع السيد الوزير، أنا كنت قادر ندخل دار الرياح مع أولادي. أنا سمانة وأنا غايب على وهران، سمانة وأنا في العاصمة، ولما ندخل ندير زيارة نتاعي مع السيد الوزير نكمل ندخل ندير ريونيون اكسترا اوردينار مع المسؤولين تاع الفريق باش نحلوا الوضعية. في الاجتماع تاع البارح استعملت كلمات بسيطة وواضحة للجميع، وإن استدعى الأمر إقالة الفريق التقني سنقيل الفريق التقني، وإن استدعى محاسبتهم سنحاسبهم، وإن استدعى أمور أخرى سنقوم بها. أنتم تعرفونني جيدا، أنا لست من أولئك الذين يتساهلون لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. أنا نقول ونزيد نعاود، ولا واحد يضربنا في ظهرنا، ولا واحد نقبلوا أنه يضربنا في ظهرنا. المولودية ومناصري المولودية وسكان ولاية وهران ومحبو مولودية وهران ما يبيعوا ما يشريوا، ما يبيعوا ما يشريوا. أنا هضرتها في 2022، قال باللي باش وهران تحتضن ألعاب البحر الأبيض المتوسط الفريق ما يطيحش مهما كانت الظروف. الحمد لله ما طاحش، ونحن نستعد لنقل ملكية الفريق إلى إبروك. لن أسمح بأي كان أن يتلاعب بمصير الفريق، وهم يعرفون جيدا ماذا أقصد، يعرفوا مليح واش راني نقول. Alors à l'intérêt de tout le monde, que chacun fait son travail correctement.